نقدر نكون جيتك من المستقبل ونقول لك باش ما تقطعيش القصه ديالك، حيت تو سامبلومون معاناه خاصه. انا ما كاينش اللي كيكرفسني في هاد الفيديوهات قد القصه ديالي. كل مره هانتوما شتو كل مره كتبقى تنقز ليا في قنت، ولكن كل مره كنمشي نعاود نقطعها. اتس اوكي. المهم، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي هذاك كديروا راسكم مش والو. فهادي رجعت لكم فيديو جديده وبقصه جديده. انا بغيت نقول لكم حاجه وحده في هذه القصه هذه. ما غاديش نحرق عليكم. الحاجه الوحيده اللي غنحرق عليكم في البدايه هي فين طرات الجريمه. ابارسا ما غادي نحرق عليكم حتى شي حاجه. غادي نسافر بكم القصه وجريمه طرات في تركيا، وفي الاخر ديال الفيديو غادي نقول واحد الهضره اللي خاص كلشي يسمعها. نورمالمون انا كنت غنقولها في الاول، ولكن غيجي عند طويل بزاف، غيجي طوال من وجهي. دونك قررت انني نديرو في الاخر. في الاخر غيكون احسن. كما هذه غادي تختصر في حاجه وحده اللي هي بشر على شكل الحيوانات. وخا راه كنوصف شي مجرمين بحيوان وكيبقى فيا الحال وصفتو بحيوان، حيت تو سامبلومون كلمه ديال الحيوان بزاف عليه، وهذا الشيء اللي غيكون في هذه القصه هذه. دونك بلا ما نطول عليكم، واخا تنقولها واخا كنطول، ولكن انا هاد الجمله راه كنقولها باش نحبس راسي ما نبقاش نهضر. كنقول بلا ما نطول عليكم، واخا كيكون لانترو اغلبيه الوقت طويل. ما نطول عليكم وخليونا نمشيو ونشوفوا شنو طرا في هذه الجريمه. القصه ديالنا ديال اليوم غادي دينا لتركيا، وبالضبط في عام 2015. 2015 غادي نديكم عند واحد البنيته كتكيته فنه سميتها اصلا. انا راه ما يمكنش ندوي على شي قصه وما نلصقش لكم كتكيته فنه، حيت سمحوا لي كاع الدريات اللي كندوي عليهم في كاع هاد القصص تيكونوا كتكيتات فنات. دونك كانت حتى هي كتكيته فنه سميتها اصلا. تزادت في لو 22 اكتوبر في عام 1995 بحال عيد ميلادي، ماشي سوقنا، ولكن المهم تزادت في واحد المنطقه اللي سميتها مارسين، وبقات عايشه فيها من الصغر حتى كبرات. كانت انسانه اللي عارفه من صغرها شنو باغا دير. كانت ديما كتقول لوالديها انا غير غادي نكبر غادي ندير تخصص ديال علم النفس. انا بغيت نكون في التخصص ديال علم النفس ونقدر نولي طبيبه ديال علم النفس. تبارك الله ما شاء الله عليها. انا راني خديت الباك ولقيت راسي ما عارفه شنو غادي ندير، ومشيت قريت ولقيت راسي باقا ما عارفه شنو غادي ندير. المشكله ماشي هنا، المشكله انني مورا ما ساليت الباك ومن مورا ما ساليت داكشي اللي قريت مورا الباك، حتى هو فاش خديت الدبلوم لقيت راسي باقا ما عارفه شنو باغا ندير. ولكن المهم قولي لي يا اختي، راه غادي نطفيوك بحال حنا جايين نسمعوا الجريمه، ماشي جايين نسمعوا على حياتك. شوفوا صبروا معايا، انا غنرجع لكم القصه ونكمل لكم على اصلا. والديها كانوا فرحانين بزاف بداك القرار، ومن الصغر كانوا كيدعموها. من الصغر كانوا كيقولوا لها بلي بنتنا غادي تكبر غادي تولي طبيبه، غادي تولي من احسن الطباب في تركيا. كانوا فرحانين لدرجه انهم غير بدات اصلا كتكبر شويه ولات كتزيد في السوايع الخدمه، ولات كتخدم اكثر من القياس باش توفر لبنتها معيشه اللي تكون مزيانه. يعني كتقول الا ما قدراتش تجيب نقاط مزيانين باش تدخل لونيفرسيتي ديال التخصص اللي هي باغا، انا غير خصني نجمع فلوس باش فاش يوصل داك الوقت وما خداتش لونيفرسيتي زعما مخزن غادي يخلص عليها فلوس باش تقرا. دونك ماما لها بقات خدامه 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 حتى كبرت اصلا. ومن مورا ما كبرات دخلات لونيفرسيتي اللي كانت باغا، بلوس كدخلت لونيفرسيتي اللي كانت باغا، وبسبب النقاط اللي جابت اللي كانوا مزيانين قدرت تاخذ بورس اللي فيها 50%. وخا خدات لا بورس وكانت الدوله مغطيه ليها على شحال من حاجه منهم المدرسه، كانت مامات اصلا بقات كتخدم وكتعاون بنتها في اي حاجه بغاتها كيف ما كانت. اصلا فاش وصلت للبروميير اني ديال لونيفرسيتي ديالها قررت انها تخفف الحمل شويه على ماماها وما تبقاش ديما هي اللي كتعطيها فلوس وهي كتصرف عليها. خدات قرار انها تخدم في واحد لوطيل في الصيف فاش ما يكون عندها ما يدار. ماماها ما قالتش لها لا، قالت لها اي حاجه بغيتيها ديريها، بغيتي تقراي هذه قرايها، بغيتي تخدمي في هذه خدمي فيها. دونك هي في الصيف كانت خدمات في واحد لوطيل. غادي نديكم لو 11 فيفري 2015 فين كان واحد النهار عادي اصلا. مشات قرات قرايتها، وفي العشيه قررت انها تخرج هي وصاحبتها. من مورا ما تغداو مشاو المول باش يشوفوا الحوايج اللي كاينين، الميك اب هذا. فهمتوا حنا الدريات كنمشيو على غدا كنصدقوا راجعين مقدين الحوايج كيفاش حتى حنا ما كنفهموش. المهم خرجت هي وصاحبتها، دخلوا تقداو شويه د الحويجات وخرجوا من موراها. من مورا ما غادي يخرجوا غادي يركبوا في واحد البوس اللي هي وصاحبتها ديما كيركبوا فيه. داك البوس هو اللي كيرجعهم للدار. طلعوا في واحد لو بوس، ومن مورا ما طلعوا دازت واحد الوقيته شويه وصاحبتها هبطات واحد المحطه باش تمشي للدار. من موراها اصلا بقات راكبه في البوس كتسنى باش توصل المحطه باش تهبط لدارهم. الوقيته اللي كانت راجعه فيها اصلا للدار كانت جويه المغرب، يعني هي ما بين ديك المحطه ديال صاحبتها وما بين دارهم ما كانش بزاف ديال الوقت، يعني ماكسيموم كانت واحد 20 مينوت نص ساعه كانت توصل، يعني هذه الا طولات. ولكن 30 مينوت دازت،
ساعتين دازت. ماماها شافت الوقت وشافت بلي بنتها تعطلات شويه، ولكن قالت لا راه الدريات خارجين مع بعضياتهم دونك خليهم. بقات كتسنى فيها كتسنى فيها كتسنى فيها. فاش شافت بلي الوقت تعطل بزاف قررت انها تعيط لبنتها. فاش عيطات المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، التليفون ديالها طافي. فماماها قررت انها تاخذ القرار تعيط لصاحبتها اللي كانت معاها. صاحبتها غادي تجاوب ماماها وغادي تقول لها انا راه سوايع هادي باش هبطت من البيس وخليت اصلا جايه في الطريق، يعني راه كان خصها توصل سوايع هادي، واش هي باقا ما وصلاتش؟ ما هنايا مرة ما قالت لها صاحبتها هاد الهضره عرفات بلي بنتها طرات لها شي حاجه. وديك الساعه والدين اصلا غادي يمشيو لعند البوليس وغادي يديروا بلاغ بالاختفاء. الحمد لله في تركيا عندهم البوليس ديك الساعه كيتحرك، يعني مع داروا البلاغ وعرفوا بلي البنت نورمالمون خاصها توصل وباقا ما وصلاتش، وخيره فايته 18 عام. كون كان شي بوليس في شي دوله واحده اخرى يقولوا لها اختي راه الدريه فايته 18 عام، ما غاديش نوضوا نقلبوا عليها بيتيت كون مشات لشي بلاصه واخا راه غير سوايع. ولكن لا، البوليس في تركيا خداو القضيه بعين الاعتبار، وديك الساعه بداو في التحريات، وديك الساعه بداو في التحقيقات وبداو كيقلبوا على الدريه. مشاو كيف ما قالت لهم الام بلي راه كانوا في المول هي وصاحبتها، ومشاو باش يتشيكيو لي كاميرا باش يقلبوا على اصلا فينا هي. البوليس مورا ما تشيكاو لي كاميرا كيف ما قلت لكم غادي يقدروا يعرفوا اش من بوس طلعت فيه اصلا، وديك الساعه غادي يديروا التحقيقات مع داك البوس. نبدا لكم بالصدمه الاولى. الصدمه الاولى اللي غادي يلقاو البوليس انهم ما غادي يطلعوا، غادي يلقاو بقايا ديال الدم. غادي يسولوا الشيفور وغادي يقولوا ليه الاخ المحترم شنو هما هاد البقع ديال الدم؟ قال لهم حكا راه كنت هاز واحد جوج الناس، ودوك جوج الناس كانوا سكرانين وضاربوا ليا هنا، بقاو كيضاربوا حتى داز شويه الدم لبعضياتهم. لهم ولكن ما تخافوا ما والو، انا راه مشيت هبطتهم وقلت لهم الا بغيتوا تضاربوا برا، وراه البقايا ديال الدم راه هو داك الدم اللي داز فاش ضاربوا هما مع بعضياتهم. انا تيقتو. شوفوا نتوما تيقتوه، لكن نتوما تيقتوه صافي. هذا هو المهم. حتى البوليس حتى هما غادي يتيقوه وغادي يخليوه يمشي. الصدمه الثانيه انه البوليس واخا عرفوا بلي راه السيد اولا الشيفور ديال البوس، واخا عرفوه بلي راه بدل التراجي ديالو وبلي راه كان جاي، نقول لكم منين صراحه، نقول لكم منين كان جاي من واحد الغابه. شنو كتعني انه بدل التراجي اللي ما خصوش يبدلو، خصو يكون نورمال من بوين ا لبوين بي، هو لا، هو داك العشيه بدل ديالو اللي كان جاي منها، كان جاي من واحد الغابه. والبوليس واخا عرفوا هذا الشيء خلاوه يمشي. حنا تذكرناهم في الاول انه ديك الساعه ناضوا بداو التحريات والتحقيقات في الاختفاء في السوايع الاولين، ناضوا طلقوا واحد مشتبه به واخا بالدلائل كاملين اللي لقاو. المهم بلا ما نزربوا صبروا معايا. البوليس من مورا ما غادي يطلقوه غادي يرجعوا يتشيكاو لي كاميرا عاوتاني من الاول. البوليس بحال نقولوا جاتهم لحظه ادراك انه الاقوال والسيناريو اللي هو تيقول ماتشي مع الاختفاء ديال اصلان، ما ماتشيش مع داكشي اللي تيقول، وراها باينه انه ماتشي مع الاختفاء ديال اصلان. غنتوما ما عرفتش ما فكرتوش. ديك الساعه غادي يمشيو يجيبوا الشيفور ديال الباص وغادي يبداو التحقيقات معاهم بجوج. يس ما قلتش واحد، تحقيقات معاهم بجوج. ما غنقول لكم بلا راه ما شدوش غير الشيفور بوحدو، شدوا الشيفور هو والاب ديالو. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلنا ديك الساعه خشيت لكم جوج الناس، الوغ كان في الاول كنت قلت لكم واحد. شوفوا انا عرفتكم تخربقتوا واحد شويه في الاول، كنت داويه لكم على واحد شويه، دويت لكم على جوج الناس. انا غادي نشرح لكم، زيروا معايا واحد شويه كيف ما كنقولوا، راه غادي نشرح لكم في التحقيقات علاش قلت لكم جوج ديال الناس. غادي نمشي لكم الاب اللي سميتو نجم الدين. نجم الدين تزاد في واحد العائله لاباس عليها، لاباس عليها، حيت كانوا كيتاجروا في لي بيجو، يعني اي اشكال وانواع ديال لي بيجو اللي تكونوا نادرين هما كانوا كيتاجروا فيهم. ومورا ما ماتت عائلته غادي يولي هو اللي شادو، من مورا ما غادي يموتوا. فمن مورا ما غادي يموتوا نجم الدين غادي يشد البيزنس، غير من مورا شهور قليله واعوام قلال غادي يدير افلاس. ولكن غادي يكون عنده واحد شويه ديال الفلوس اللي غيكون جامعهم. دوك شويه ديال الفلوس غادي ياخذ قرار انه يشري به بوس وغيخدم ولده في داك البوس، يعني هو شاري بوس
وولدو هو اللي كيسوق داك البوس اللي كانت طلعت فيه اصلا. يعني الشيفور ديال داك البوس كان هو ولد نجم الدين، والشيفور ديال داك البوس كان سميتو صبحي وكانت عنده 26 عام. الخدمه ديالو الوحيده اللي كانت هو الشيفور ديال داك البوس. داك صبحي كان معروف عند البوليس. باش معروف كان ديما كيشدو على التهريب ديال المخدرات، كان ديما داخل خارج عند البوليس بسبب نفس الحاجه. ديك الساعه صبحي غادي يبدا في الاعترافات ديالو لوحده من اكفس الجرائم اللي دازو في تركيا. في الاعترافات ديال صبحي قال بلي ديك العشيه كانت كاي عشيه ككل نهار، حتى جا الوقت اللي طلعات اصلا هي وصاحبتها البوس. من مورا ما طلعوا البوس شافها، وفاش شافها تزعط فيها زعطه ديال العمى في الظلمه. علاش قلت هاد العمى في الظلمه؟ حيت زعط فيها زعطه ماشي شافها وقال واو شحال زوينه هاد الدريريه وصافي داز، لا، شافها وخدا قرار انه خاصو يلقى الفرصه انه يغتصبها. باش تعرفوا بلا راه كاينين واحد النوع ديال الناس دماغهم مسخ، دماغهم خايب، بقى صايق على امال وعلى اساس انه يلقى الفرصه. والفرصه جات حتى لعنده فاش صاحبتها غادي تهبط هي الاولى، واصلا غادي تبقى بوحدها في البوس. ديك الساعه غادي تكون جات لصبحي الفرصه اللي هو كيتسنى فيها من الدقه الاولى اللي شافها اصلا. ديك الساعه غادي يقلب الطريق وغادي يديها لواحد الغابه، غادي يهجم عليها، ولكن هي غتكون عندها عرفتوا ديك الرشاشه اللي كترش على العينين، انا ما عرفتش شو سميتها، دابا نحط لكم التصويره. غادي تهز ديك الرشاشه وغادي ترش عليه على عينيه. هي راه فاش كترش على العين راه كتعطيكم واحد الحريق مجهد. هو بالحر ديال ديك الرشاشه غادي يمشي وغادي يجبد موس وغادي يدوز عليها من الودن ودن. انا قلت بالاني غادي يدوز عليها، ما قلتش الكلمه الثانيه حيت خفت نقول الكلمه الاخرى ويوتيوب ما اكسبتيهاش، دونك غادي نقول دوز عليها من الودن الودن. من مورا ما دوز عليها ما كفاتوش، غادي يمشي غادي ياخذ واحد الحديده وغيبقى يضرب فيها يضرب فيها يضرب فيها حتى غادي تشوه الجثه كامله. يعني ما كفاتوش انه دوز عليها، جبد حديده وبقى كيضرب فيها المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه المره الرابعه حتى الجثه تشوهات كامل. الساعه فين غادي يغتصبها، من مورا ما غادي يغتصبها ديك الساعه غادي يعيط لباه يقول ليه الو انا راه شفت واحد الدريه عجباتني وما قدرتش نحبس راسي وبغيت نغتصبها ولكن صدقت قاتلها، عافاك جي دابا عاوني. من مورا ما الاب غادي يسمع هاد لابيل غيقول ليه يا ولدي تسناني اني جاي، غيمشي يضربها بجريه عند البوليس وغادي يجي هو والبوليس البلاصه فين هو كاين. هادي لا نورمال. ولكن الاب جا صبحي غادي يقول ليه صافي تسناني اني جاي، وغادي يمشي غادي يعيط لواحد صاحب واحد اخر. مورا ما شاف الجريمه اللي دار غادي ياخذوا قرار انهم غادي يهزوا ديك الجثه وغادي يحرقوها، ومن مورا ما غادي يحرقوها غيقطعوا ليها يديها باش البصمات ما يبقاوش. ورجعوا للدار بحال حتى شي حاجه ما طرات. صبحي غادي يتاكد لينا الهضره اللي قلت لكم دابا انهم بالمورا ما داروا جريمه مشاو ارتاحوا عادي بحال ما طرا والو. غادي يتاكد لينا هذا الشيء وغادي تقول للبوليس بلي راجلها دخل، وفاش دخل شافته بلي راه زعما مقموش في وجهه وفيه الدم. سولاتو قالت ليه زعما شنو طرا، وجاوبها قال لها راه طرات واحد المضاربه مع واحد الناس كنت مركبهم غادي ندخل ندوش ونبدل عليا. مشى دوش بدل عليه ومشى خرج. مرتو قالت فاش خرج غير واحد السوايع قليله عاود رجع عاوتاني. ففاش رجع هي من موراها فاش جاو البوليس وشدوه. ومرتو فسقت الخبار بداك الشيء اللي دار، قالت البوليس بلي انا مطلقاه وبلي انا لاعناه حتى اليوم الدين على هذا الشيء اللي دار، وكنتمنى ليه اكفس العقوبات. واخا قدام هذا الشيء اللي دار راه عقوبات كاملين قليله في حقه، وانا غندير راسي بحال عمرني ما تزوجت هذا السيد وما غاديش نبكي عليه حتى دقيقه. نورمالمون هادي الرياكسيون ديال الانسان اللي نورمال، حيت الا ما كنتوش عارفين راه كاينين بزاف ديال العيالات اللي راجلها كيكون مغتصب بدريه صغيره اولا دريه كبيره، المهم كيكون مغتصب بشي حد. كاينين العيالات اللي واخا هكا كيوقفوا مع رجالاتهم وتتبقى مسانده واخا في المحكمه. اختش غتسانديش كتخوف كتدافع على راجلها وكتبدا عليك حكه محكه، راه ما قصدش، هو راه حنين يا البنات غير نتوما ما عرفتوش ليه داكشي علاش ناض اغتصبها. كاينين هاد النوع، هي ما كانت من هاد النوع
وطلقاتو في نفس اللحظه اللي عرفات بالجريمه اللي دار. في هذه الوقيته هذه كانت القضيه ديال اصلا تشهرات ولات قضيه ديال الراي عام، لدرجه انه مع تعرفات القضيه مع بداو المظاهرات في تركيا كامله بداو خارجين، وكاع الجمعيات ديال حقوق المراه كاملين خرجوا، وشارك في الجنازه ديالها اكثر من 5000 واحد مراه وراجل شاركوا في الجنازه ديالها. الاول مره في التاريخ ديال تركيا تابوت ديال اصلا غادي يهزوه العيالات ماشي الرجاله. نورمالمون اي تابوت كيف ما كان كيهزوه الرجاله، ولكن في الجنازه ديالها العيالات ما خلاو حتى شي راجل يحط عليها يديها وهزوه، بقاو هازينهم الطريق كامله. وفي عام 2016 كانت المحاكمه ديالهم وحكموا عليهم مؤبد، يعني اغتصاب وحرقوها وقطعوها وذبحوه وداروا لها هادشي كامل وخداو مؤبد. حتى هما في عام 2004 تلغى نهائيا الحكم ديال الاعدام من تركيا، دونك حكموا عليه غير بالمؤبد. ولكن الحاجه اللي مكنتوش عارفين راه كيبينوها لينا بزاف المسلسلات ديالهم، انهم عندهم شي حاجه سميتها انتقام، يعني الى الحق ديال شي واحد ما تخداش غياخذوه الناس بيديهم. وهذا الشيء اللي طرا في نفس العام غير بشي شهور قلال الصحافه غادي تخرج المقتل تقتلوا بجوج ديال الرصاصات في القلب ووسط من الحبس. ما قالوا شكون، ما حلوا تحقيقات، ما داروا حتى شي حاجه. زادوا عرفوا بلي راه اللي تيرا فيهم بمسافه قريبه، يعني ماشي شي واحد كان بعيد وتيرا فيهم، لا ان فاس ليهم كيشوف فيهم وما كيشوفوا فيه، وتيرا فيهم واحد بواحد حتى ماتوا بجوج وهنا من الدنيا. شكون تيرا فيهم ما عمرهم ما عرفوا شكون، اولا بالاحرى البوليس والراي العام وتا الصحافه ما بغاوش يعرفوا شكون، وكانوا فرحانين انه الحق ديال اصلا تخدع. كانت هذه هي القصه والجريمه ديالنا ديال اليوم، واحد التيب ديال الجرائم اللي العالم كامل كيعاني منه، واحد التيب ديال الجرائم اللي مازال كيكبر وكيكبر حتى الطرق ديال الاغتصاب والطرق ديال القتل فيه، حيت ما بقيناش كنسمعوا غير اغتصاب بوحدو، ولينا كنسمعوا اغتصاب وقتل. المشكل انه كاينين شي دول متساهلين في الجرائم، بحال دابا تركيا نقدروا نقولوا انها عطان مؤبد والناس قتلوه في الحبس. ولكن ندويو على الهند مثلا واحد شويه، الهند راه واصلين واحد النيفو انه حتى من دوك الفاعل ما كيتشدش اصلا، يعني واخا كيكون باين الفاعل وعارفين شكون كاع ما كيتشدوا. علاش؟ حيت النسبه ديال الجرائم ديال الاغتصاب والقتل ولات عندهم شي حاجه عاديه. راه واخا نبقى نقول لكم حتى الغدا شحال كاينين ديال الاغتصاب وشحال كاينين ديال الجرائم، راه ما يمكنش نوصف لكم. راه دارت احصائيات كيقولوا انه القليله في الهند كيطرى حاله ديال الاغتصاب مره في النهار. القليله عاد شنو هي القليله؟ والمشكله ماشي هنا، راه حنا مازال عايشين مع ناس كيبروا الفعل ديال الاغتصاب والفعل ديال التحرش. كتجي كتقول لك راه كان سكران، راه ما كان شارب، راه كان مدروغي، راه ما عرفتش كان طالع للسما. واخا تكون اخويا طالع للسما ولا هابط للارض، ما كاين حتى شي تبرير للاغتصاب ولا للتحرش، حيت هاد الناس ما بقاوش كيعرفوا لا دريه لا دري، لا دريه صغيره لا دري صغير، ولاو اي حاجه فيها الروح كتغتصب وكتقتل. ولا كنتي انت اولا انتي من النوع اللي كيبرر لشي حد حيت اغتصب، مثلا اغتصب دريه كبيره بحال دابا اصلا، فانت راه بلاصتك خصك تكون معاهم في الحبس. واخا حنا راه مازال واحدين غير مع الناس اللي كيديروا. كاين واحد النوع عافاكم اقسم بالله حتى قريتها في واحد الكومونتير في واحد الجريمه اللي طرات بحال هذا الشكل، كتبات بحال هكا، قالت لهم ايوا اختي المشكل راه من المراه اللي عنده في الدار، هي اللي خلاته يمشي يقلب وينوض يغتصب الدريات على برا وهو عنده المراه في الدار. ياك اختي ياك الزوينه. عرفتوا واخا عارفه بلي كاينين شي ناس ما غاديش يتفقوا معايا على الهضره اللي قلت، ولكن ارون كير، انا هذا الراي ديالي وغادي يبقى الراي ديالي، وغادي نقول لكم كيف ديما تهلاو في راسكم والله يبعد علينا هاد الناس، ونتلاقاو فيديو جديده مع قصه ولا جريمه جديده. فيديوهات